فنحن نلاحظ وخاصة في هذه المرحلة هو التركيز على موضوع انتخابات مجلس الشعب السوري. خاصة بقيت محافظة الحسكة هي يعني لحد اليوم لم يجري فيها الانتخابات ولم يتواجد ممثلي عنا في مجلس الشعب السوري. لو لاحظنا الآلية التي يتم اتباعها أو استخدامها من أجل هذه الانتخابات، حقيقة شيء مؤسف جدا أن يكون على مستوى محافظة هذا العدد القليل. كما نحن نعلم وجميعنا يعلم ذلك، محافظة الحسكة هي دعني أقول ذو خليط ثقافي واجتماعي متنوع جدا، لكن تمثيلهم بشكل حقيقي في مجلس الشعب نسبة خجولة جدا. وأن لاحظنا شيء آخر أيضا، تحدثت عن موضوع بقصد المكونات الموجودة في الجزيرة السورية، وتمثيلها لا يعطي الصورة الحقيقية لوجود هذه المكونات، خاصة هذه المكونات تركيزها ليس فقط في الجزيرة ولكن كأساسها كتجمعها الكبير هي موجودة في الجزيرة على مستوى جميع المكونات، ولكنهم منتشرون على جميع أو في جميع المحافظات السورية. وخاصة أيضا بالنسبة لهذه الانتخابات نلاحظ غياب الحقيقي لتمثيل المرأة في هذه الانتخابات أو في تمثيلها في مجلس الشعب. حتى النسبة الموجودة هي نسبة ضئيلة جدا، كما يتم تداولها هي ربما لا يتجاوز 4% من أصل 250 برلماني في يعني مجلس الشعب. فهذه النسبة لا تعبر عن إرادة النساء السوريات، وخاصة بعد مرور 15 سنة على الثورة السورية، والتي قدمت فيها النساء الكثير ليس فقط على الجانب الاجتماعي أقصد تضحياتها، وإنما هذه المرأة حقيقة عانت الكثير، وهي كانت الضحية الأولى والأخيرة خلال 15 سنة من الحرب السورية دعني أقول. فنحن نعلم النسبة الكبيرة للمكون الكردي في المحافظات الأخرى، سواء كانت في حلب، في دمشق، في الساحل السوري وإلى آخره. فهذه النسبة الضئيلة التي هي 4% أو 4 مقاعد، هذا لا يمثل إرادة هذا المكون، حتى بالإضافة إلى غياب تمثيل المكونات الأخرى كالمكون السرياني والمكون الآشوري والأرمني وغيره من الطوائف والمكونات الموجودة في سوريا. وبشكل عام نستطيع أن نقول أنه هذه الانتخابات حقيقة لا ترتقي إلى المستوى المطلوب لكي يكون بمفهومه كمجلس الشعب بأنه يمثل إرادة الشعب السوري.